حط شخص في بالك ويلا نشوف مع بعض مشاعره ليك، وكمان نشوف رسالة عايز يقولها لك. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر البامبا أو اللون البامبا، المجموعة التانية اللون الأسود. اختاروا بالأحجار أو بالألوان أو بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. تمام، نبدأ المجموعة رقم 1 اللي اختارت اللون البامبا أو الحجر البامبا أو اخترته بالحروف. هناخد أول حاجة الطاقة بتاعتك، انت الفترة دي عندك مخاوف كتير قوي وعندك ضغوطات نفسية كتير، وحاسس ان انت في اكتر من حاجة فوق دماغك، او حاسس ان مثلا كل حاجة فجأة بتبوظ، او حواليك حاجات كتيرة مش عاجباك في حياتك، كل جوانب حياتك حاسس ان هي ملخبطة، حاسس ان انت عندك قدرة كبيرة قوي او طاقة كبيرة قوي ومش عارف تخرجها. عندك مخاوف كتير، المخاوف بتمنعك ان انت على فكرة تكون يعني ايه تخش في التجارب اللي انت نفسك تخشها، او ان انت مثلا تعبر عن نفسك اكتر، او انك تتقدم في حياتك اكتر. حاسس ان انت متأيد وحاسس ان انت خايف، انت جواك خوف كبير قوي ومحتاج قوي ان انت ترتاح، انت مفتقد قوي السلام جواك، مفتقد ان انت تحس بالسلام. ممكن تكون بقالك فترة طويلة في الموضوع ده، وممكن يكون الفترة الاخيرة دي حصلك اكتر من حاجة وصلتك للمشاعر اللي انت فيها دلوقتي دي. انت محتاج قوي ترتاح وتهدى كده وتقعد مع نفسك وتتنفس بعمق. على فكرة التنفس بعمق بيساعد قوي يا بنات ويا شباب، بيساعد بجد. يعني ما تاخدوش الموضوع على انه حاجة كده رفاهية، لا ده بجد اساسي. فانت محتاج زي ما بقولك كده تهدى، وكل حاجة ان شاء الله هتكون تمام. ده بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل القراية، لو ما انطبقتش عليك اسمع القراية التانية، وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. خلونا بقى ناخد اول حاجة مشاعر الشخص ده، وكمان ناخد رسالة منه. مشاعره تجاهك ايه؟ يا الليفر، الشخص ده بيخاف على فكرة، عنده مخاوف. خلونا ناخد رسالة منه عشان نفهم الموضوع اكتر. بس هو على فكرة معجب بيك قوي، معجب بيك جدا كمان، عنده اعجاب ناحيتك فظيع، بس خايف خايف قوي. طيب ببساطة كده الشخص ده ممكن شوية يكون عنده نقص ما في فلوسه، او عنده مثلا حاجة معينة زي مثلا نقص في الفلوس زي ما قلت لك، او مثلا مش مستقر ماديا قوي، او بيعاني من حتة ان هو عنده مخاوف زيادة عن اللزوم، حاسس انه مش هيقدر يحميك، حاسس انه مش هيقدر يكون الشخص اللي يعجبك. ممكن تكون انت اعلى منه مثلا ماديا او اجتماعيا او في الدراسة، او مثلا انت مستواك اعلى منه في اي حاجة، او حتى لو انت مش مستواك اعلى منه بس هو شايفك حاجة كبيرة قوي. هو شايفك ان انت حاجة مميزة جدا، وحاجة نفسه ان هو يقدر يكون على نفس المستوى اللي يخليه يحس ان هو يستحقك. يعني هو حاسس ان هو اقل منك، انت فاهم قصدي؟ هو حاسس ان هو اقل منك، وحاسس ان هو نفسه
وبيجتهد على فكرة، الشخص ده بيجتهد، مش اللي هو قاعد كده وخلاص، لا. ممكن يكون قوي يعني ان هو عايز يرتبط بيك ارتباط جواز، عايزك تكون زوج ليه مثلا، فهو عشان كده بيحاول قوي على قد ما يقدر ان هو يطور من نفسه، لان هو مش عايزها علاقة والسلام، لا، هو عايز يكون شخص فعلا مكافئ ليك وقدامك كده، اللي هو ايه، انا استحقك، انا اقدر ان انا اكون شريك حياتك. الشخص ده على فكرة هو بيحترمك قوي، بيقدرك قوي، بيحس معاك حاجتين عكس بعض، اللي هو بيحس معاك بالامان، بيحس معاك بالامان قوي، وفي نفس الوقت بيحس معاك بالخوف قوي. هقولك ازاي. هو بيحس معاك ان هو انت شخص مريح جدا، شخص بيقدر يكون معاه على طبيعته، شخص بيقدر يكون معاه مبسوط مرتاح، حاسس بامان، حاسس بسكن كده. بس في نفس الوقت هو بيبقى خايف، لان هو مش مصدق نفسه، اللي هو عمره ما حب حد كده، او عمره ما حس مثلا ان انا مثلا عرفتك النهارده فجأة حبيتك قوي، او حسيت بمشاعر كبيره قوي 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 اتجاهك. هو مش متعود على كده. الشخص ده متعود مثلا ان هو ما بيحبش بسهوله، متعود ان هو مثلا ممكن يدخل علاقه يقعد فيها مثلا بالشهور وفترات طويله قوي على ما يبدأ يحس بحاجه، ويبدأ يحس بحب اتجاه الشخص التاني. فموضوع ان هو قابلك من هنا، حبك من هنا، حبك على طول يعني، ما خدش وقت، ده خضه. وكمان مش بس حبك، ده هو حاسس ان مشاعره كبيرة قوي، يعني حاسس ان المشاعر كبيرة قوي اتجاهك، مش مجرد حتى شوية اعجاب، لا، كأنه لقى الشخص اللي هو عايزه، خلاص انا عايز الشخص ده. هو مخضوض شوية وحاسس بخوف، وساعات على فكرة بيفكر ان هو يهرب، ساعات بيفكر ان هو عايز ياخد بعضه ويجري. بيبقى خايف شوية. يعني الكارت ده بيقولك انا يعني ثقل مشاعري اتجاهك، يعني قد ايه مشاعري كبيره اتجاهك، ده شيء بيرعبني بجد، ده بيرعبني قوي، لان انا عمري ما حصل لي ابدا ان انا عشت الشعور ده او حسيت بالشعور ده. فمن ناحيه مشاعره بيحبك، بيحبك قوي، معجب بيك قوي، شايفك ان انت حاجه مميزه قوي. بيقولك انا عرفت دلوقتي وتاكدت ان احنا بينا حاجه مميزه، احنا بينا حاجه فعلا مميزه، انا قدرت اللي بينا. انا قدرت ان احنا اللي بينا مش مجرد مثلا يعني حاجة كده تعدي والسلام، لا، ده حاجة كبيرة لدرجة ان انا بحاول بكل جهدي اكون الشخص اللي انت تستحقه. انا نفسي اكون الشخص اللي انت تستحقه، عايزة اكون معاك، عايزة اكون في علاقة جواز. على فكرة هو شايفك الزوج المناسب، لو انتوا ينفع ليكم زواج، فالشخص ده بنسبة كبيرة قوي عايزك زوج ليه. لو انتوا مثلا لسه صغيرين، او مثلا هو لسه امكانياته ما تسمحش، فهو بيحاول على قد ما يقدر يخلي الموضوع ده ينفع، يعني بيحاول يخلي انه ان هو يعني ايه، يبقى في مستوى يخليه ينفع يكون معاك زوج، لان هو شايفك زوج قوي على فكرة. وبالمناسبة هو شايفك حلوة قوي، لو انت انثى شايفك جميلة جميلة، شكلك جميل، جسمك جميل، انوثتك حلوة، معجب بيكي جدا، يعني عنده اعجاب وعنده حب، عنده الاتنين. و وزي ما قلت لك كده، هو نفسه يستقر معاك قوي، ونفسه يحس ان هو يعني ان هو يستهلك بجد. فده بالنسبة لمشاعره ورسايله ليك يا مجموعة رقم 1. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، وتكتبوا لي تحبوا نعمل فيديوهات الفترة الجاية، ولا عايز قراءة خاصة، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. اشكركم جدا، مع السلامة. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2 اللي اختارت الحجر الاسود او اخترته بالحروف. خلونا نشوف مع بعض بقى طاقتك انت الاول. ما تنسوش يا شباب ويا بنات تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. الطاقة بتاعتك يا مجموعة رقم 2. بسم الله. حاسة طاقتكم تقيلة شوية في حاجة على فكرة. تحويل الانتقاد الى لطف. انت في حد بينتقدك كتير الفترة دي، في حد بينتقدك كتير، او انت بتنتقد حد كتير. على فكرة خد بالك، انت واضح ان انت اللي بتنتقد برضو، لانه هنا بيقولك ان انت لما تكتب وتنغمس في الامتنان، وتكتب مثلا 10 اشياء انت ممتن ليها، ده شيء هيساعدك جدا.
وهنا بيقولك تحويل الانتقاد الى لطف. انت ممكن تكون بتشتكي كتير قوي الفترة دي، ممكن تكون في حاجة او عندك ظروف مادية او ظروف في علاقاتك او ايا كان، يعني ظروف في اي جانب من جوانب حياتك، ممكن حتى تكون في صحتك. انت بتشتكي كتير قوي ومتذمر، وبتقول ليه ومش ليه، وطول الوقت بتنتقد. او مثلا انت في حياتك شخص حبيب او صديق او زوج او ايا كان، انت بتقعد تنتقده كتير قوي، انت مش عاجبك حاجة معينة في حياتك، انت مش عاجباك. وممكن تكون بتنتقد حياتك كلها بشكل عام، وحاسس ان انت مش واخد منها حاجة حلوة، وحاسس ان انت كل اللي حواليك حاجات مش كويسة، وان انت فين، انا حظي ليه سيء، انا ليه سلبي كده. انت محتاج للامتنان الفترة دي، محتاج ان انت شوية تركز على الحاجات. انا عارفة انه ساعات بنوصل لمرحلة ان احنا بنبقى شايفين كل حاجة في حياتنا صعبة قوي، بس اكيد في حاجات حلوة، اكيد في حاجات حلوة حتى لو بشكل عام، حتى لو مش في حياتك انت، مع انه اكيد في حياتك انت في حاجات حلوة برضو، بس حتى لو بشكل عام، يعني اللي هو في شمس، في هوا، في مية، في اكل، في امان نوعا ما، في حاجات حلوة برضو. فاهمين ازاي؟ عود نفسك ان انت تكتب حاجات انت ممتن ليها، وكمان اطلق العنان للطفل الداخلي جواك. انت محبكها شوية وزعلان شوية، بيقولك قوم ارقص بيقولك ارقص، افرح، غني، اخرج، العب، طلع الطفل اللي جواك، ارسم، لون. يعني بس دي كل حاجة. ده بالنسبة للطاقة بتاعتك، مش عايز اطول عليك اكتر من كده، وخلونا بقى نخش في القراية على طول. لو الطاقة انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك اسمع المجموعة الأولى، ولكن ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا اللايك. طب خلونا بقى ناخد مع بعض كده مشاعر الشخص اللي في بالك. يا رب بقى تطلع حلوة، عشان انت شكلك متضايق قوي في حياتك الفترة دي. مشاعره غريبة قوي. طب يلا ناخد برضو رسائل منه، عايز يقولك ايه هذا الشخص. بسم الله. بسم الله. حلو قوي. تمام. اولا كده انا احساسي بالاكتر ان انتوا منفصلين، يعني الشخص ده مثلا انتوا يا اما مثلا كراش، بس العلاقة كانت قربت قوي ان انتوا خلاص هتعترفوا مثلا، وفجأة الشخص ده خلع او جرحك او عملك حاجة مش كويسة او تظاهر بعكس اللي جواه. يا اما ده انت بتسأل عن شخص منفصل عنه، والشخص ده برضو جرحك قوي. انا حاسة ان في جرح، في حاجة وحشة حصلت، في نهاية، في ألم، في خيانة، في حاجة وحشة حصلت في العلاقة دي. فمشاعره ناحيتك، هو حاسس ان انت حاجة جميلة قوي، انت حاجة جميلة جدا. انت بالنسبة له برضو القدر، يعني هو شايفك بطريقة ان انت القدر بتاعه او نصيبه او حاجة يعني ايه، حاجة كبيرة بالنسبة له، مش مجرد علاقة وخلاص. ولكن برضو احساسي شوية ان الشخص ده غريب قوي، يعني على قد ما انا حاسة ان هو نوعا ما هو كتوم قوي، بس حاساه برضو شوية هوائي، او مش هوائي بقى، ممكن يكون يعني ايه، حياته مملة، حياته مملة قوي. لان هو حتى هنا بيقولك انا حياتي بتفتقد الاثارة وبتفتقد الحماس، ومفيش حاجة رضياني، انا عايز حاجة مختلفة، عايز حاجة مختلفة. ممكن تكون ليها علاقة بعلاقتكم ذات نفسها. انت ممكن على فكرة تكون انت مثلا مش بتجدد معاه في العلاقة، ممكن تكون انت مثلا يعني ايه ماشي على روتيني قوي في العلاقة، ما بتقولش كلام حلو، مش بترضى تخرج معاه، بيقولك انا عايزه اخرج معاك ما بترضاش تخرجوا سوا، عايزه اقابلك مش بترضى، يلا نسافر سوا ما بترضاش، يلا نتكلم في التليفون لا والله انا اخري لحد الساعه 11.
يعني اللي هو طبعا مش بالظبط كده، بس قصدي اللي هو ممكن تكون انت اللي عامل المشكلة دي في العلاقة، ممكن يكون هو محتاج منك شوية إثارة، مثلا إثارة بمعنى ان هو تضيف له يعني ايه، يبقى في حب كده، في بقى جنون في العلاقة، في هو ممكن يكون شخص بيحب الحاجات دي وانت مثلا مقفلها عليه، مش يعني واخد كل حاجة بطريقة جد، او انت شخص مثلا عملي قوي، او انت شخص مثلا مش بتحب ان انت يعني فكرة بقى ان هو لا هنقعد نحب في بعض ونقول لبعض كلام حلو وما اعرفش، انا ماليش في الكلام ده، انا شخص يلا نتجوز يلا كده. يعني ممكن تكون انت تقليدي مثلا، مش عارفة. بس هو بيشتكي، هو بيشتكي في رسالته ليك، حتى بيشتكي لك بيقولك انا محتاج حاجة مختلفة، انا الوضع ده مش عاجبني، انا عايز حاجة مختلفة. فشوف انت ممكن تكون بتعمله ايه وحش يخليه يخليه يقولك حاجة زي كده. هو نفسه الوضع يتغير، نفسه يبقى فيه تغيير، او بالظبط كده. هو اكتر من انه كمان شايفك القدر والنصيب، هو نفسه تغيير، نفسه يحصل تغيير في علاقتكم بقى، يبقى في حركة. انت ممكن تكون بطيء شوية، او مثلا ما بتتقدمش خطوات لقدام. ممكن تكون هو مثلا مستعجل في مشاعره، وانت في المقابل لا، نمشي خطوة خطوة، نمشي حتة حتة. فهو مستعجل بقى بيقولك يعني عايز حركة بقى، عايز تغيير، عايز اي حاجة اكشن يحصل في علاقتنا بدل ما هي واقفة كده. كمان ممكن يكون لما مثلا اتضايق منك شوية او حاجة من كده، حاول ان هو يظهر لك عكس الحقيقة. الشخص ده ممكن يكون مثلا يعني زعل معاك زعلة جامدة، وقفل معاك وقال لك خلاص انا مش هعرفك تاني بقى، يلا انت مش موافق نكون مع بعض، او انت مش موافق نخرج او نتفسح او خلاص مع السلامة، وتجاهلك وما بقاش يتكلم معاك وما بقاش يرد عليك ولا اي حاجة. بس على فكرة الشخص ده بيقولك انا تعبت من القناع ده، انا طول الوقت عمالة اتظاهر ان انا شخص تاني، وعمالة اتظاهر ان انا حد تاني، بس انا تعبت من القناع ده، انا تعبت من ان انا يعني عمال اضحك عليك وارسم لك او اصدر لك وش غير الحقيقة. هو ممكن يكون بيبين لك ان هو مش فارق معاه، وعامل نفسه من بنها يعني، او مش فارق معاه حاجة، وهو اصلا يعني بيتألم وتعبان. وممكن يكون بيبين لك انه فرحان وسعيد وطاير وبيخرج ويتفسح، وهو اصلا واخد ال10 سيوف في ظهره. فخدوا بالكم من الحتة دي. كمان هو مشاعره ليك كبيرة كبيرة قوي، بس هو مش بيعبر عنها. ممكن يكون مش بيعبر عنها لانه عبر عنها كتير وانت كنت رفضته، او انت ما كنتش قابل ان يحصل اي تطورات في العلاقة، فبطل ان هو مثلا يعترف بيها، كتمها جواه، خباها جواه جوه قلبه. لانه هنا بيقولك انا عندي حب ليك قوي كبير عظيم قوي، لكني خايف ان انا اخبرك بهذا الحب لانه بيقودني للجنون. يعني الشخص ده بيحس ان هو بقى ايه، طول ما هو ساكت هادي مع نفسه خلاص، بمجرد ما بيعبر عن حبه بقى خلاص وبيضعف وبيسيب نفسه، بيبدأ يحس ان هو بقى بيتجنن، بيفقد سيطرته على نفسه، اللي هو بيفضل يستعجلك كتير، بيفضل يتخانق معاك كتير، بيفضل يتعلق بيك قوي قوي قوي. يعني انتوا برضو ادرى مهما كان بالقصة عني، ولكن الشخص ده صعبان عليا. انا حاسة ان هو على فكرة حاسة بيحبك قوي، بس انت اللي عامله حاجة مش حلوة، انت اللي يا اما مش راضي تتطور معاه في العلاقة، او انت اللي واقف في وشه قوي. مش عارفة. بس لو انت بتحب الشخص ده والقصة انطبقت عليك زي ما انا قلتها، فحاول تقرب له خطوة، لان هو بيحبك قوي على فكرة. فبس دي كل حاجة، مجموعة رقم 2. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتكتبوا لي تحبوا نعمل فيديوهات الفترة الجاية، ولا عايز قراءة خاصة سيب لكم اللينك في صندوق الوصف. اشكركم جدا، مع السلامة.